أهلا بكم في درس جديد. تفخيم الراء درس مهم جدا إن شاء الله، والشرح سهل وبسيط إن شاء الله تعالى. أنت معايا في الشرح؟ تفخيم الراء رقم واحد، إذا كانت الراء مفتوحة، يعني إذا كانت الراء عليها حركة الفتح. يبقى رقم واحد إذا كانت الراء مفتوحة يعني عليها حركة الفتح، مثل مرض، الراء مفتوحة يبقى حكم ايه؟ تفخم هكذا، مرض مرض، أو رب رب رب. يبقى إذا كانت الراء مفتوحة تفخم، مثل مرض أو رب، را مفخمة مفتوحة اهي، رب، أو نارا نارا، أو تفرقا، الراء مفتوحة اهي، تفرقا. يبقى رقم واحد إذا كانت الراء مفتوحة تفخم. رقم اتنين إذا كانت مضمومة يعني عليها حركة الضم، إذا كانت مضمومة، مثل رسلهم رسلهم، أو أجر أجر، تسر، مفخمة اهي. يبقى إذا كانت مفتوحة تفخم، إذا كانت مضمومة تفخم. أجر تسر، الكبير، رو را ضمة رو، الكبير. رقم ثلاثة إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم، يعني الراء ساكنة عليها حركة السكون والحرف اللي قبل الراء مفتوح. يبقى رقم ثلاثة إذا كانت الراء ساكنة بعد فتح أو ضم، مثل، خلي بالك، الأرض. أنا عندي الراء ساكنة عليها حركة السكون، وإحنا شرحنا قبل كده أن الراء عليها حركة السكون، ورأس الحاء الصغيرة دي، رأس الحاء الصغيرة علامة السكون في القرآن. رأس الحاء الصغيرة دي أهي، رأس الحاء الصغيرة دي علامة السكون في القرآن. أنا عندي الراء ساكنة واللي قبل حرف الراء الهمزة مفتوحة، يبقى هنا الراء ايه حكمها ايه؟ تفخم هكذا، الأرض الأرض الأرض. المثال الثاني ترجعون، أنا عندي الراء ساكنة، الحرف اللي قبل الراء التاء مضمومة. إذا كانت ساكنة بعد فتحة أو ضم، الراء ساكنة والحرف اللي قبل الراء عليه حركة الضم، ترجعون ترجعون ترجعون. رقم أربعة إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض، إذا كانت إيه؟ ساكنة بعد كسر عارض غير أصلي، مثل إن ارتبتم، مفخمة إيه؟ انتبه معايا، إن ارتبتم، النون مكسورة كسر عارض، إن ارتبتم إن ارتبتم، أو من ارتضى الراء ساكنة بعد كسر عارض اللي هي ايه؟ النون. إن ارتبتم، من ارتضى. رقم خمسة انتبه معايا، إذا كانت ساكنة، يعني إذا كانت الراء ساكنة يعني عليها حركة السكون، إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي، بعد كسر أصلي في الكلمة، يعني الحرف المكسور، إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وكان بعدها حرف استعلاء يعني حرف مفخم، يعني الراء ساكنة والحرف اللي قبل الراء تحتيه حركة الكسر، واللي بعد حرف الراء حرف مفخم غير مكسور. انتبه معايا في النقطة دي، إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وكان بعدها حرف استعلاء غير مكسور، مثل إيه بقى؟ ركز معايا، قرطاس قرطاس. أنا عندي الراء ساكنة اهي، انتبه معايا، الراء ساكنة اهي، واللي قبل حرف الراء القاف تحتيه حركة الكسر، واللي بعد حرف الراء الطاء عليها حركة الفتح مفتوح، والطاء من حروف التفخيم، خلي بالك، يبقى تفخم الراء هكذا، قرطاس قر
قرطاس أو مرصادا 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 قرطاس مرصادا. رقم 6 إذا كانت ساكنة للوقف وسبقت بواو مد أو ألف مد. إذا كانت ساكنة للوقف وسبقت بواو مد أو ألف مد. مثل إيه؟ النار، سكنت الراء، هي في الأصل مكسورة متحركة بالكسر. عند الوقف النار النار، أنا عند الراء ولا قبلها حرف مد ألف مد أو الأنهار الأنهار أو فخور فخور فخور. يبقى تفخيم الراء رقم 1 إذا كانت الراء مفتوحة مثل مرض أو رب. إذا كانت مضمومة مثل رسلهم أو أجر. رقم 3 إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم مثل الأرض أو ترجعون. رقم 4 إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض غير أصلي مثل إن ارتبتم أو من ارتضى. رقم 5 إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي وكان بعدها حرف استعلاء غير مكسور مثل قرطاس قرطاس أو مرصادا. رقم 6 إذا كانت ساكنة للوقف وسبقت بواو مد أو ألف مد مثل النار الأنهار فخور فخور. ده شرح تفخيم الراء، درس سهل جدا وبسيط إن شاء الله تعالى وما فيش أي صعوبة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ما تنساش صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشارك لغيرك، شارك تؤجر والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.